ايه دي يا معلم؟ انت رايح فين؟ ايطاليا. قاعد وحواليه رزم الفلوس وبيعدها وبيحطها في شنطة سفر كبيرة اللي فيها أكبر من اللي براها، وده كله علشان يسافر إيطاليا ويعمل زي مصريين كتير سابوا مصر وكانوا فاكرين الجنة في إيطاليا. فيا ترى إيه حكاية الشاب ده واللي ظهر بالشكل ده والفلوس حواليه؟ مش هتصدق اللي الناس قالهوله. فيديو انتشر الساعات اللي فاتت على التيك توك وعمل حالة من الجدل كبيرة، والكل كان مستغرب من ظهور الشاب وحواليه رزم الفلوس بالشكل ده، ولكن من كلامه اتضح انه هيسافر ايطاليا وبيجمع الفلوس دي ويحوشها علشان يسافر بيها. كل الحكاية ان الشاب ده ظهر قاعد على الارض وقدامه شنطة سفر كبيرة مليانة فلوس وحواليه رزم الفلوس بيعدها ويحطها في الاستك باكو باكو، وعلى الشنطة يرصهم جنب الباقي لحد ما الشنطة اتملت وما بقاش فيها مكان فاضي. اللي بيصور الفيديو بيكلم الشاب المصري ده وبيقول: يا جماعة اللي مزنوق وعايز يتجوز، المعلم اهو معاه فلوس كتير في الشنطة علشان مهاجر ورايح ايطاليا. وبعدين كلمه وقال له: ايه ده يا معلم، انت رايح فين؟ رد عليه وقال له: رايح ايطاليا. وبعدها بهزار ضحك وقال له: ايطاليا البلد او ايطاليا الشرقية. الغريب ان في زي الشنطة دي 4 شنط كمان مليانين فلوس، وده اللي اكد عليه الشاب ده وقال: لو حد محتاج فلوس ما يتأخرش ويطلب اللي عايزه، الخير كتير والحمد لله، اي حد عايز حاجة يكلمني. طبعا الدنيا اتقلبت عليه لما نشر فيديو زي ده، مش علشان يسافر ايطاليا، لان مصريين كتير عملوا زيه ولسه ناس بتسافر بنفس الطريقة الغير شرعية ويبيعوا كل اللي حالتهم علشان يجمعوا تمن غربتهم، وفي اللي بيمضي على نفسه شيكات وبيبقى عليه ديون ملهاش آخر على أمل إنه لما يسافر هيرد ويرجع كل مليم خده من حد. لكن للأسف أحيانا مش بيلحقوا يوصلوا الأراضي الإيطالية ولا يرجعوا فلوسهم، وفي اللي بيروح وما بيرجعش مصر تاني. فالأزمة واحدة ليهم بنفس التفاصيل ولكن الأشخاص مختلفة، والغريب ما بياخدوش عبرة من اللي حصل للي قبله. ويمكن السبب في ده فيديوهات المصريين في إيطاليا اللي بتديهم صورة إنهم عايشين ملوك زمانهم، ما يعرفوش اللي بيمروا بيه ورا الكاميرا. لكن الضجة اللي المصري ده عملها بسبب الفلوس الكتير اللي كانت حواليه، والكل قاله إن لو الأموال العامة شافت الفيديو هيروح في داهية، ونصحوه إنه يحذف الفيديو، لكن هو ما سمعش لنصيحتهم وكان فخور باللي عملوه. اللي اتضح بقى ان الفلوس مش حقيقية وانها ورقة على شكل فلوس، وده كان واضح من تعليقات الناس اللي شككت في الفلوس وقالوا انها شبه بتاع بنك الحظ واللي بتطلع في البخت، وهو كان بيرد عليهم بطريقة تبان انه الفيديو هزار. كمان هو عمل الفيديو ده وقال انه مسافر ايطاليا زي شباب كتير بيعملوا كده الفترة الاخيرة من باب تصدر الترند مش اكتر، وانه لا مسافر ايطاليا ولا اي بلد تاني، بدليل انه هزر وقال مسافر ايطاليا البلد او ايطاليا الشرقية. ولكن ممكن يكون وصل رسالة بطريقة غير مباشرة وجايز ما يقصدهاش، إن كتير من الشباب بيتحطوا في نفس الموقف تقريبا قبل سفرهم. فيا ترى رأيكم إيه في اللي الشاب المصري ده عمله؟